هل سمعت من قبل عن شاب جزائري دخل إلى أقوى منظومة بنوك في العالم؟ وتخيل أن هناك من سرق ملايين الدولارات من البنوك الأمريكية ليوزعها على الفقراء. هل هو روبن هود العصر الحديث أم مجرم إلكتروني خطير؟ قصة حمزة بن دلاج، الشبح الذي حير الانتربول ولم يكن يمتلك سوى حاسوب محمول وابتسامة هادئة. قصتنا ليست مجرد هاكينج، بل لغز حقيقي لم يتم حله حتى اليوم. استعد لتعيش التفاصيل لحظة بلحظة. في حي شعبي في مدينة سطيف الجزائرية ولد حمزة بن دلاج عام 1988. لم يكن كباقي الأطفال، كان فضوله نحو التكنولوجيا لا يشبع، وفي عمر 15 عاما تعلم البرمجة من مقاهي الإنترنت وبأدوات بدائية. في حين كان أقرانه يلعبون بالألعاب، كان حمزة يخترقها ويعدل على أكوادها. أن تتخيل ذلك؟ وبعد سنوات قليلة لم يعد يخترق الألعاب، بل أنظمة كاملة، أنظمة حكومية، شركات كبرى وبنوك عالمية. السؤال لك الآن، لو كنت تمتلك القدرة على اختراق بنك، هل كنت ستفعلها للسرقة أم لفعل الخير؟ حمزة كان له رأي آخر. في بداية العشرينات من عمره أصبح اسم حمزة بن دلاج مطلوب بأكثر من 30 دولة. اختراقات بنوك أمريكية، فرنسية وآسيوية بمبالغ قدرتها FBI بأكثر من 400 مليون دولار. الغريب أنه لم يكتشف أي حساب بنكي مسجل باسمه، وظهرت تقارير تشير أن هذه الأموال تحولت إلى مؤسسات خيرية ومشافي وجمعيات أطفال في إفريقيا وغزة. لحظة، هل نحن أمام هاكر خيري أم أن هذه مجرد إشاعات؟ صوره وهو مبتسم أثناء القبض عليه انتشرت كالنار في الهشيم، ضحكته الهادئة أمام العدسات لغز بحد ذاته. وفي عام 2013 بينما كان في مطار بانكوك بتايلاند تم إلقاء القبض عليه بعد إبلاغ الانتربول، لكن الصدمة ما تم تداوله بعد إلقاء القبض عليه كان أكثر إثارة من القصة نفسها. ظهرت إشاعات تقول أنه تم إعدامه بعد تسليمه لأمريكا، بينما نفت مصادر أخرى وأكدت أنه حكم عليه بالسجن مدة 15 عاما، ومنذ ذلك الحين اختفى أثره تماما. هل هو حي أم ميت؟ هل كانت قصة تبرعه بالأموال حقيقية؟ هل كان بطلا ثوريا أم عبقري أضل طريقه؟ ما رأيك أنت؟ هل ترى حمزة بطلا عربيا وقف أمام النظام المالي أم تراه خالف القانون ويجب محاسبته مهما كان الدافع؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى أن هذه القصة لن تنتهي بعد، أن الجزء الثاني قادم، مفاجآت صادمة.